أعزائي متابعي قناة الشارع لنا، النهاردة معانا مش زي أي يعني لو قلنا عليها الأم المثالية يبقى مش بنديها حقها. النهاردة معانا الحاجة عفاف. الحاجة عفاف واحدة من أمهات بلدنا اللي كافحت وربت رجالة وجوزت بنات وعملت المستحيل عشان تربي عيالها بعد ما جوزها الله يرحمه اتوفى. للمعلومة كمان ان احنا بنتكلم مع زوجة بطل. طبعا مهما قلت في المقدمة عمري ما هوفيها حقها، فهنسيبها هي تتكلم ونسمع لها. وكل سنة وأمهات مصر طيبين ومصر كلها طيبة يا رب وبخير ورخاء دايما. ويلا بينا نتكلم ونسمع للحاج عفاف. حاج عفاف، ازيك يا حاج عفاف؟ الله يسلمك يا استاذ محمد. ده انا مش استاذ، ده انا ابنك. انا ابنك، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا اخوي. انا سبت ما عملتش مقدمه عنك طويله، وسبتك هتكلمي الناس وانت اللي تتكلمي عن نفسك. احنا عايزين نعرف بقى التاريخ الكفاح بتاعك من اول ما ربنا اكرمك واتجوزت. انت اتجوزتي وانت عندك كام سنه؟ انا هو توفى وانا سنه 28. وكنت متجوزه عندك كام سنه؟ انا كنت متجوزه سنه 17. 17 يعني 17. عشتي مع عم السيد كام سنة؟ لا 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. طيب للمعلومة عشان الناس حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، عم السيد كان بطل من ابطال مصر. هو اشترك في حرب ايه؟ هو قعد 8 سنين في الجيش. وبعدين راح اسرائيل ايام السادات. اتأثر هناك. اتأثر في حرب كام يا حاج؟ 73. اتأثر في حرب 73. 73. طيب هو حضر حرب اليمن؟ حرب 73 اللي هو كان ايام السادات. ماشي. يعني اول ما التحق بالجيش كان في اليمن. كان في اليمن. في اليمن وحضر النكسة؟ كان في اليمن. تمام. وحضر 73. وبعدين جه بقى المرض، يعني خدوه اسرائيل. وبعدين السادات ايامها قال خدوا عيالكم، هاتوا عيالكم هاتوا عيالنا، خدوا عيالكم. جه من ضمن من ضمن اللي جم. طب بالراحه بس عليا عشان الناس تفهم. يبقى المرض جه مريض بقى. لا استنيني انت عايزه تاكل الناس في الحكاوي. لا أيوة. احنا بصي انا معاكي ساعه ساعتين 3 4 معاكي للصبح. احنا هناخدها بالراحه. انت قلت لي انت اتجوزتي وانت عندك 17 سنه. وانا 17. تمام. بعد جوازك عم السيد قعد معاكي قد ايه وبعدين راح الجيش؟ ده ما قعدش معاه، كان في الجيش ايامها. يعني انت اتجوزتيه وهو في التجنيد؟ هو في الجيش. تمام. هو في الجيش. عشتي معاه 8 سنين؟ عشت معاه 10 بس. 10 سنين. تمام. هو اتأثر في حرب 73. 73. قعد كام سنة في الأسر؟ لا الأسر ده قعد سنة. يعني هو اتأثر 73 في 74 حصل تبادل أسرى. بعد بقى الحرب بقى ما كده خلص. هو بقى جه واللي كان هنا راحوا، يعني مش اللي هو تبادل أسرى. ايوه تبادل. وجه وبعد بقى يعني ما جه وصار وظيفته وقعدش 5 سنين فعي. طب هو كان اتوظف فين؟ هو كان متوظف في شبرا الخيمة في مصر. تمام. مصر في شبرا الخيمة. قعد 5 سنين؟ 5 سنين بس. وكان المعاش بتاعي 30 جنيه بس. هو يعني بعد ما توفى؟ بعد ما توفى 30 جنيه معاش. قعدت بقى 10 سنين بس وجاء اتوفى. لما توفى اصلا كان قاعد 5 سنين بس في يعني في شغله. فالمعاش ضعيف. المعاش ضعيف. خدت بقيت اخد 30 جنيه. طيب بس. عم السيد الله يرحمه لما توفى كان عندك كم اولاد؟ 5 بنات. اللهم صل على النبي. 5 بنات وولد. وكانوا صغيرين كلهم صغيرين. اللي سنها 10 اشهر واللي سنها 3 سنين واللي سنها 5 سنين. كانوا صغيرين كلهم. وكانت الناس مثلا بدات تديني صدقه وكده، كنتش ارضى. وكنت بخيط على مكنه كده، كنتش ارضى. كنت ارجع الناس عشان بنات يرفعوا راسهم في البلد يعني وكده. ما كنتش برضه اخد من حد حاجه. ابويا نفسه كان مبسوط ما كنتش اخد منه. ابويا نفسه كان مبسوط ما كنتش باخد منه. واشتغلت على مكنه الخياطه؟ واشتغلت ما كنتش اخد من حد حاجه. كانت بتكسب معاك انها توفي مثلا مصاريف الاولاد؟ كانت ماشيه. كانت ماشيه. احنا كانت ماشيه. ما كنتش باخد من حد صدقه عشان دول 5 بنات
ورضا الله يخليه يا رب ويرضى عليه ويخلي له اولاده. كان واحد ما فيش غيره. طيب يا حاجه بس احنا مش عايزين نسبق في الاحداث عشان مش تاكلنا كده القعده. أيوة. هتحلو معاك أيوة ان شاء الله. ان شاء الله. هسألك سؤال يعني، بس انا عايز تحكي لي الحدث او تحكي لي اللي حصل كأنه بيحصل قدامنا. لما جالك خبر ان عم السيد اتمسك في الأسر. لا طبعا زعلنا نهار ابيض، ما خلاص بقى سلمنا امرنا لله، قلنا يرجع ما يرجعش. طب هل جالك الخبر ان هو اتمسك اسير ولا مفقود حرب؟ في فرق يا حاج. لا احنا ما كناش نعرف. ما كنتوش تعرفوا ان هو اسير؟ يعني كان الخبر ان هو يا مفقود يا شهيد. ما نعرفش. طبعا ما جاش. فجأة لقينا بقى جه وكده حتى ما تعرفوا ما جالكوش خبر ان هو جاي؟ لقيت فجأة. والله فجأة وحياة ربنا. طب احكي لنا بقى شعورك كده لما انت مثلا جوزك كان في حرب 73 وانقطعت الاخبار عنه وما تعرفش عنه اي شيء واحتسبتوه عند الله شهيد او مفقود او زي المصطلحات العسكريه. خلاص بقى سلمنا امرنا لله. وفجأة لقيتيه داخل عليكي. طبعا وكانت مفاجأة حلوة طبعا. امال ايه؟ ده 5 بنات وولد و6 عيال. وبعدين الحمد لله يعني بناتنا حلوين ومؤدبين ومتنقبين وعلمتهم علام حلو. علمتهم كلهم معاهم شهايد وكافحت معاهم والحمد لله وربنا. بس الايام كانت صعبه عليك يا حاج. كانت طبعا بس اعمل ايه يعني؟ خصوصا ان انت كان عندك عزه نفس. ما كنتش باخد من حد والله. كان عندك عزه نفس وبرضه الحمل كان تقيل عليكي خالص. وانت بتقولي ان عم السيد سابك وانت عندك 28 سنه. يعني اساسا انت المفروض كنت تتجوزي في السن ده. يعني سن الشباب. لا ما رضيتش اسيبهم. ده بنات. ده بنات وعلمتهم علامهم كويسين محترمين كلهم. المنقبه والمتحجبه كلهم حلوين. والله يرضى عليها فتحيه ام ايمن الحاجه فتحيه بنتي ختمت القران دلوقتي وحلوين كلهم في امان الله. كلهم في امان الله. ربنا يخليهم لك يا حاج. الله يخليك. طب انت ساميه بنتي بقت تعين معايا يعني تشتغل وتعين معايا الكبيره ليا يعني. ساميه الكبيره ليا بقت تعين معايا يعني تشتغل وتعين معايا. هو اصغرهم رضا؟ رضا. لا رحاب اللي اصغرهم. كان سنه 10 اشهر ساعه ما عم السيد اتوفى. والله كان سنه 10 اشهر. مرت عليك ايام صعبه يا حاجه؟ طبعا ده 6 عيال. تذكري موقف كده من الايام الصعبه اللي مرت عليكي. وطبعا عارف ان انت لجأتي لله سبحانه وتعالى اولا. طبعا الايام كانت صعبه. امال ايه؟ ده كان 6 عيال وكان 30 جنيه ما فيش غيرهم. تفتكري اي موقف صعب وتيجي مثلا كده اقول لا عشان ده بنات عشان يرفعوا راسهم في البلد وكده ما رضيتش اخد من حد حاجه. ابويا نفسه كان مبسوط ما كنتش باخد منه. طب افتكري لنا موقف كده حاجه كده صعب كنت محتاجه فيه وربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الامور. الحمد لله ربنا مشاه. ربنا مشاه. من مثلا كنت بخيط القرش اللي كنت بقبضه كانت ماشيه. اعمل ايه يعني؟ بس المعاش يا حاجه برضه 30 جنيه على 5 افراد. والله كان 30 وحياة ربنا كان 30 جنيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا حاجه عفاف. هو المال مش بكثرته، المال ببركته. الحمد لله ربنا كان مبارك فيه. ربنا كان بيبارك. وربيتي ولادك من الحلال. من الحلال الحمد لله. وتعلموا واتجوزوا جوازات حلوه. الحمد لله ورضا ابني الله يصلح حاله. اتجوز هو زي ما انت شايف وربنا يرزقه. ربنا يخليهم لك يا حاج. الله يخليك. عملت عمره؟ عملت عمره. الحمد لله. هتفتكري كده انا عايز بس شعورك توصفي لنا اول ما زرت النبي عليه الصلاه والسلام. انت زرت النبي عليه السلام الاول ولا رحت الكعبه؟ لا ما احنا رحنا المدينه الاول. رحنا المدينه الاول طبعا. يبقى اول شيء كان زياره النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام اول ما رحنا المدينه قعدنا اسبوع هناك. وزرنا عليه الصلاه والسلام الرسول طبعا. قعدنا اسبوع. احكي لي بقى في رمضان قعدنا شهر. احكي لنا شعورك كده لما رحتي شفتي سيدك النبي كده. افتكرت عم السيد هناك ودعتي له ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. طبعا قريت له الفاتحه واقول يا رب تصلح حال الجميع. اللهم طبعا. ولما شفت الكعبه اول مره كده يا حاجه طبعا افتكرت مين بالدعاء اول حاجه؟ الولاد طبعا عيالي والمسلمين اجمعين وعم السيد الله يرحمه. طبعا وقريت له الفاتحه هناك. امال ايه؟ وعملت له عمره. يعني انت الحمد لله عملت العمره بتاعتك الاول عملت له وبعد كده عملت عمره لعم السيد. ربنا يتقبل يا حاج. الله يصلح حالك يا اخوي. الحمد لله. والله انا عايز احكي معاك كتير يا حاج عفاف. لا بس انت اللي لازم تفتحيني في الكلام. انت اللي لازم تحكي. اقول ايه بس كده. لا انت على فكره شفنا كتير الحمد لله. الحاج عفاف يعني من الفلاحين
الحمد لله. البسطاء اللي قلبهم ابيض الحمد لله. واللي جواهم هو اللي على الحمد لسانهم. لله. الحمد ومن لله. الناس اللي سمعتهم في بلدنا يعني زي ما بيقولوا كده زي الجنيه الذهب الحمد في لله. كل شيء، في عزة النفس، في الحمد الاحترام، لله. واهم شيء في الطيبة. بتتقي الله في كل شيء. ربنا الحمد لله. سبحانه وتعالى يعني من كرمه عليها انه من عليها انها تقدر تربي عيالها من غير ما تحتاج لاي حد، الحمد لله. يكملوا تعليم، تجوز 5 بنات. الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى اكرمها برضا ابنها الوحيد. بس هو يعني فعلا اللي يصلح. خلف ما ماتش. الحمد هو لله. عم السيد الله يرحمه، وفعلا يعني ده ابوه بطل فلازم يكون بطل. الحمد لله. يا حاجة عفاف، حد من ولادك النهارده جاب لك عيد الام؟ جابوا لي كلهم كليتهم جابوا لي، يا رب تخليهم. ده انا بسالك السؤال ده السبب يا حاجه عشان جابوا لي والله جابوا لي. يعني انت تربيتك لا يا رب كانت في محلها. لا يا رب اصلحها لهم. لا ده كلهم حلوين. تربيتك كانت لا في ده محلها. حلوين كلهم جابوا لي والله. ده حتى بقى عيالهم والله العظيم عيالهم جابوا لي كمان، هم وعيالهم. احنا يا حاجه والله. عفاف يعني انا مبسوط ان انا بسجل معاكي. الله يصلحك. والله كمان مره انا مش بحضر البرنامج ولا بجهز اي اسئله. انا بس كل الفكره انني يعني بتشرف ان اصور معاكي، وفي المقام الله الاول يخليك. بتشرف ان انت بنت شرفتني. عم امي ما الله انت يرحمها. ابننا. وانا الحمد لله. لما يعني انا سالت ناس كتير في البلد مين حق الحمد لله. واحده ان احنا نصور معاها ونعلنها الام المثاليه في العزبه. فقالوا لي الحاج عفاف والله ده عن يصلح استحقاق، حالك. عن الله يصلح. استحقاق ان انت تستاهلي. الله يصلح وكل حالك. الناس بتشكر فيك يا حاج. الحمد لله يا اخوي. الحمد لله. انا عايز بس نحمد في النهاية- ربنا وربنا يطلعنا من الدنيا على اللهم خير لك يا رب. الحمد لله. ربنا يديك طول العمر يا الحمد حاجه لله. الله يخليك. ويديك الصحه. الله يصلح حالك. انا في النهايه عايز دعوه صغيره ليا ولعامه الناس اللي في العزبه، ودعوه للبلد كلها. يا رب. نبتدي بالدعوه ليا الاول. لك انت يكفيك شر المرض اللهم امين. ويكفيك شر بلاوي الدنيا، ويخليك ويخلي لك ولادك يا رب. طيب ويخليهم لك عايز دعوه ويرزقك اللهم ويرزقهم. امين. اللهم امين. عايز خليك. دعوه للناس بتوع البلد. يا عم ربنا يصلح حالهم ويهديهم. اللهم ربنا آمين. يهدي الناس يا اللهم رب، ويحوش الامراض ويحوش الوباء ويصلح حال الناس والشباب يا رب ويهديهم. والدعوه بقى بمناسبه عيد الام لامنا الكبيره مصر. عايز دعوه حلوه من قلبك الابيض لمصر. كل سنه وهم طيبين ومصر طيبه يا رب يا رب. يا رب. كل سنه وهم طيبين ومصر طيبه يا رب. ويا رب يا ربنا وبخير. يحوش عننا الوباء يا رب. يا رب يحوش الوباء وكل يا سنه رب. وامهات مصر كلهم بخير يا رب. امين يا وربنا رب. حافظ بلدنا وجيشنا آمين وحافظ يا كل رب. الناس الطيبين يا رب. يا رب. احنا امين يا بنشكرك رب. يا حاج عفاف. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. والهديه البسيطه الله يصلح حالك. اللي احنا شكرا. جبناها لك دي يعني دي شكرا. اقل شيء والله. بس الله ده يصلح احنا حالك. كان علينا انت تستاهلي. يا رب تخليك. نجيب لك الذهب كله يا رب ونجيب لك كل تخليك. الدنيا كلها. الله يصلح حالك. بس هي الهديه دايما مش بقيمتها. لا ده عسل. الهدية لا بتقدرها. ده قد الدنيا دي. ربنا يعزك يا حاجه لا ده هديه قد الدنيا من وأنا سعيد ايدك. ان انا بصور معاك يا رب. ده هي ودي من هتكون ايدك قد أجمل الدنيا. ذكرى. الله هتكون اجمل ذكرى يخليك ويمد في حياتنا عمرك كلها. يا رب ويخليك. شكرا يا حاج. شكرا. شكرا يا رب تخليك.